ومنهن من يكتبن بسيف الثورة. شاعرتنا الليلة تكتب باثنين: قلم الأمومة وسيف الثورة. ما كتبت عن شهيد إلا كأنها أمه، وما كتبت عن ثورة إلا كأنها ابنتها. حين صدرت قبل عامين مجموعة أعمالها الشعرية أحدثت في القراء كما الزلزال، لأنها عرفت كيف تخاطب العقل والقلب والوجدان. ولن أزيد أترككم مع القلم السيف مع ضيفتنا في المهرجان وضيفتنا لهذه الأمسية شاعرة الأردن عائشة الخواجة رازي. أشعلت أمي سراجاً يستقي من دم أصحابي. أشعلت أمي سراجاً يستقي من دم أصحابي. فمن يأتي بزيت للشعاع؟ من يضيء الدار؟ من يضيء الدار يا أهلي؟ ومن يحمي المتاع؟ رب أحقاد الأعادي شل عمي في النزاع. هاجم الذئب شيادي وتآخى والضباع. هج كل الربع لم تسهل خيولهم ولاقتني السباع. يا لعمي يا لعمي، عرج العصر علينا. كان يرنو نحو أكياس من القمح استبيحت. قال هذا الجرن يحلو صفقة للحل والترحال يشرى أو يباع. فانتفضنا نحن يا عم توقعنا لبيدرنا اتساع. فابتعد يا نحل بالشهد ولا تقرص بك اللقيا وداع. تصل الخيل يلبيها أبي وأنا لم أزل أذكر عمي بين عماتي يحني الذقن كي تبدو بديعة. ختير الدهر ولم يرجع أبي، تستحي مني سحابات الفجيعة. هل ترى مات أبي؟ أم ترى أسرى مع المهر ليجتاز الوقيعة؟ صدقيني يا أخي، في الوغى أبقى طويلا لا أضاهى بالرعية. صدقيني يا أخي، كل هذه النار لم تحرق حذائي. لا ولن تصل الهوية، لا ولن تصل الهوية، لا ولن